لكل اللي بيفكروا يشتروا بوتاجاز زانوس تيست ماكس بلس، او حتى عندهم البوتاجاز ده ومحتاجين يفهموه كويس. احنا نزلنا فيديو قبل كده متكامل لكل المكونات وشرحنا مميزاته وعيوبه، ودلوقتي برضه هنشرح لكم نبذه مختصرات برضه عن البوتاجاز برضه. ديت العين الثلاثيه في النص، والعين الكبيره والعين الصغيره ورا، واتنين وسط، وملوش ازاز ظهريه زي ما انتم شايفينه كده. شكله جميل، شكله جميل جدا، حتى الاوكر بتاعته محمله ومن البقلايط مش بتسيح من السخونيه، وكمان نازل تحت منها مروحه تبريد برضه هنشوفها دلوقتي. دي الاوكر بتاعته شكلها عامل ازاي. دي فتحات التهويه كمان كبيره وواسعه، بس ما ندخلش فيها ميه عشان ما تصديش. شفت المقبض عامل ازاي؟ مقبض كبير ومحمل، غير كول ماكس خالص. لو جينا قارناه بكول ماكس، لا هنا مختلف خالص. حتى الشوايه هنا فيها 6 شوايات هنشوفها دلوقتي. طب تشغيله ازاي؟ بنضغط على المفتاح 10 ثواني واسيب ايدي. دي بيجي معاها حامل قهوه اللي هي الصغيره، بيجي عليها حامل قهوه. اضغط 10 ثواني واسيب ايدي. عندنا فرن، مفتاح للفرن ومفتاح للشوايه والعين اللي في النص. كل واحده عليها رسمتها، لو خدنا بالك على الشاسيه هتلاقي كل واحده عليها رسمتها. طب نشوف بقى شكل دي شكل النار، نشوف شكل الحوامل. بص الحوامل عامل ازاي، تقيله تقيله تقيله، كبيره وتقيله ومتلاصقه ببعضها. دي رسمة الشواية هنا، دي عليها ست سياخ شوايات ممكن نستخدمهم، بس بتلف بموتور واحد هنا، بس موتور واحد بيلفها كلها. هنا مفيش بقى مفتاح غير مفتاح اللمبة، مفتاح للشواية بس. الشاشة اللي في النص ديت ما عليهاش أي شغل غير الساعة والتايمر بس. بيجي طبعا معانا الإيد المقبض اللي احنا بنقدر نفك منها السيخ أو نشد منها السيخ لما يبقى سخن، فبنشدها ونلفها. هنا عندنا مفتاح الفرن، عندنا لحد 240 أقدر أشغل الفرن اهوت. كده شغلنا الفرن. وطبعا أشغل مروحة ازاي؟ لازم أعكس الشواية. يعني الشوايه بتشتغلش مع المروحه، ما بتشتغلش مع المروحه، بتشتغل مع الفرن بس. تعكس تاني، تطفي فوق، تطفي المروحه وتشغل الشوايه تشتغل معانا، يبقى عكس الشوايه. كمان في مروحه التبريد اللي قلنا عليها دلوقتي، بتيجي كده من تحت المفاتيح، بتبرد الشاشه وتبرد الاوكر وتبرد الازاز. الازاز اساسا يعني طبقه كبيره محمله عليها كلها ستانلس. وكمان في حفظ الطعام، لو انت عايز برضو الاكل يفضل سخن وتحط اكل غيره